انا بخلي مسؤوليتي تماما عن كل اللي اتقال في الفيديوهات اللي فاتت. ده مش انا، ده الاي اي، ماليش دعوه. لكن انا قلت ان انا بحبك؟ لا. انت قلتي ان انت بتحبيني؟ لا. انا اروح ارتبط بحد تاني؟ لا. انت ترتبطي بحد تاني؟ لا. بس انا وانت نرتبط؟ لا. ندى، you can fix him؟ لا. I can fix him؟ لا. he can fix himself؟ لا. we can fix him؟ لا. بس انت وهو هتتجوزوا؟ يعني ايه fear of commitment؟ انا مش فاهم يعني ايه الكلام ده يا عمرو، انا مش فاهم. انا طول عمرنا عارفين ان اللي بيخلع من العلاقات وعنده خوف من المسؤوليه ده واحد اسمه يا يوسف ايه؟ لا، خواف. ماشي. لو حسيتي في بدايه العلاقه ان هو مدلوق عليكي قوي وبيحبك قوي ومهتم بيكي جدا، اقلقي. لكن لو انت حسيتي ان انت اللي بتحبيه وانت اللي بتبذلي مجهود وهو تنك وبيتقل عليكي والكلام ده كله، هنا بقى اقلقي. في الشتاء انت بيبقى نفسك حد يكون جنبك. انا نفسي في اي اهتمام، طاقه حب مهدره، وربنا يستر ان دي ساعات بتحطني في مشكله، ان انا وانا بردان بحب قوي، اتدفى الاقي نفسي ايه الهبل اللي انا عملته ده، انا مش عايز ارتبط. انا ما عرفتش اربي لحد النهارده مهما اتكلمت مع الناس ازاي يلحقوا نفسهم قبل ما يخيشوا في علاقه مشيسه. مفيش فايده. خلي الناس تحب، روح للناس يا حب، جميله يا يسرا. الحب مليء. ازيك يا عمرو؟ الحمد لله على السلامه. ده اللي بتاع السلام. الله يسلمك يا عمرو. اخبارك ايه؟ اخبارك ايه يا عمرو؟ عمرو سامعني؟ كنت بفكر بس في حاجه النهارده، مش عارف ايه هي، بس موضوع شاغلني جدا، موضوع شاغلني جدا يا عمرو. بجد بجد يا عمرو، الموضوع ده انا مش عارف اتكلم فيه ازاي خالص. الو. ايوه سامعني؟ طب شايفني؟ لا انا بتكلم عادي في التليفون. فاهم قصدك، واخد بالي. جدا جدا صح. في حاجه ناقصه. في حاجه صح؟ انا حاسس المكتب ده ما كانش كده، كان في تحس ان هو كان محتويه. انا مش مرتاح. لا، في حاجه ناقصه، في حاجه ناقصه، في حاجه زايده. عمرو هو انت بعته؟ انا بيعه وما بيعوش. اوعى يا عمرو. دور عنك يا سيدي. وحشتني وحشتني قوي. مظبوطه كده ها؟ قوي. ده اهم حاجه في الموضوع. اهم منك انت شخصيا. انا عارف انت ممكن تغيرني انا شخصيا وما تغيروش هو. حلقه جديده، مود جديد، مواضيع جديده، ناس مختلفه. ندى بعد ما خرجت من اخر علاقه، كلمه فاشله دي كلمه شيك جدا بالنسبه لها، هي اسوأ من كده بكتير. طلع فيه كل العبر وكرهها في العيشه واللي عايشينها، فقررت ان هي مش هترتبط تاني. خلاص، ده اخر كلام عندي. جماعه مفيش احلى من السنجله والحريه، واتكت قوي على الحريه. انا اصلا تعبت من الرجاله كلهم صنف واحد. مازن زي عمرو زي معتز زي سيف زي احمد زي مدحت، كلهم خاينين. لحد ما في يوم من الايام ندى بيخش في حياتها من بعيد قوي كده شخص جديد. اسمه ايه؟ ركزوا معايا. احمد ده بقى كان خارج من علاقه حادثه دشمله، وقرر ان السنه دي نو وومن نو كراي. انا مش هصاحب، انا مش هرتبط، انا مفيش بنت هتخش حياتي. خلاص موضوع واتقفل. احمد وندى اتقابلوا عادي، اتنين واتعرفوا على بعض، مفيش اي حاجه خالص. جماعه بجد مفيش اي حاجه، بس هو احمد لذيذ يعني، مش قصدي حاجه يعني، بس هو بيضحكني شويه، بس مفيش حاجه بجد، مفيش حاجه. ساعات بنتكلم كتير بس هو بجد مفيش حاجه. جماعه هو في ايه؟ هو عشان يعني بصبح عليه وبمسي عليه وبطمن عليه لما بيرجع من الشغل وبقول له اكلت ولا لا، دي حاجه انسانيه قوي بجد، مفيش حاجه. ومش عشان بدانا مؤخرا ننزل لوحدنا ده تسموه ديت. هو في ايه يا جماعه؟ ما نرتقي بقى شويه. ديت ايه وزفت ايه؟ ما انا قلت لكم ان السنه دي مفيش رجاله. ومش معنى ان ندى بدات تغير مثلا من طريقه لبسها عشان احمد بيتضايق من شويه حاجات تفاصيل كده صغيره، دايما معناه ان في اي حاجه. جماعه بجد مفيش حاجه. ايه يعني لما يبقى في تشات على الواتساب من الساعه 1 بالليل لحد 8 الصبح لما ننزل الشغل؟ بجد حصل ايه المشكله يعني؟ بجد مفيش حاجه. ده احمد يا جماعه. فيبتدوا اصحاب ندى يقولوا لها يا بنتي ده عيد ميلادك عمل لك حفله ليكي لوحدك في يوم، وفي يوم تاني عزمنا احنا كلنا، ازاي مفيش حاجه يا جماعه؟ هو بيحب الاحتفالات، ايه المشكله؟ ما تدخلوش الحاجات في بعض، بجد مفيش حاجه. فتبتدي واحده صاحبتها تقول لها طب اوكي احنا مصدقين ان مفيش حاجه يا ستي، تمام صباح الفل، ما تجربي يعني، اديله فرصه. ايه اجرب؟ انا اجرب تاني؟ واضح يا جماعه ان انتوا مش مصدقيني، هو بجد مفيش حاجه، بجد مفيش حاجه. على الناحيه التانيه احمد بيتزف من صحابه في القهوه عشان كان بيسيبهم بالساعه، بيقوم يرد على التليفون ويرجع، فيرجع يقول لهم هي يا رجاله في ايه؟ يقوم رامي التليفون. في ايه يا رجاله؟ هو عشان بتكلم ساعه يعني معايا يبقى في حاجه؟ بقول لكم مفيش حاجه. السنه دي مفيش ارتباط، انا هركز في الشغل وبس. انا السنه دي سنه الشغل، هعمل فلوس. احمد بيروح تاني يوم الشغل تحت عينيه اسود اسفلت،
كانه مدمن ما بيدوقش طعم النوم. ما هو طبعا قاعد بيتكلم معاها طول الليل، بس هو بجد بجد يا جماعه مفيش حاجه. طب احمد انت لسه عامل لها حفله في عيد ميلادها ليه؟ عمرك ما جبت لنا هوهوز في عيد ميلادي، اشمعنى دي؟ شباب في ايه بجد؟ بنت وببسطها، ايه المشكله؟ في ايه؟ بجد مفيش حاجه. فجاه بنحس ان احمد مهتم بصحته جدا، بشكله جدا، رجع ينزل الجيم، بس هو مفيش حاجه. يفضل احمد وندى في حاله دينايل، بيقولوا يا جماعه ان مفيش حاجه، وبينهم وبين بعض برضو هو مفيش حاجه. ولو جيت اتكلمت مع اي حد فيهم، في فجاه كده ايه بيطلع ديفنس ميكانيزم في وشك، انا مش هرتبط، اللي انت فاهمه ده غلط. كات تاني مشهد، ندى بتبقى قاعده على اليمين، احمد قاعد على الشمال، في بوكيه ورد في النص، وعاملين ايديهم هما الاثنين كده مظبوط، ومكتوب في الكابشن الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، قرينا فاتحه. ويجي هنا بقى السؤال المهم، احنا ليه كل ما بنخرج من علاقه بنقول والله العظيم ما داخل علاقه تاني، وبعد كده بيجي لنا احساس لذيذ لما بيظهر حد في حياتنا، في حاجه كده اسمها الدوبامين في المخ تتفرز، ده اسمه نظام المكافاه. المخ بيكافئك ان انت عايشته في حاجه حلوه فبيبسطك هو كمان. فاحنا لما بيخش في حياتنا حد جديد، احنا تلقائي بنخش في المود ده، بنتبسط، فبنحس ان احنا ايه ده، الله انا مبسوط، مع اني انا والله العظيم من ساعه ونص كنت لسه قايل ان انا مش عايز حد في حياتي، هو ايه اللي بيحصل ده؟ وهنا بتظهر بقى مناقشه ما بين المخ والقلب. فالمخ يقول للقلب، يقول له يا عبيط يا ابن العبيطه يا هلهوله، مش انت لسه مجروح من ساعه ونص وقلت والله العظيم انا ما هدخل حد قلبي تاني؟ راح فين الكلام ده؟ فالقلب بيقول للمخ ما صباح الفل، ما تيجي نجرب، انا شايف ان العلاقه دي لذيذه ومختلفه، وحتى يعني لو اتعكينا ما انت موجود بقى، يعني حل انت يا مخ، بص انا هعك وانت فك. يا ابني ما تبقاش سهل ورخيص كده، مش اي حاجه تيجي تهلهلك، ركز، احنا لسه خارجين من حادثه تروما، ابوس ايدك. بس انا بصراحه مبسوط، مخبيش عليك، الاذين الايمن والاذين الايسر موافقين على العلاقه دي، وحاسين ان هم ما عندهمش مشكله يجي لهم انسداد بسبب العلاقه الجديده دي، تجربه جديده انا عايز اخش فيها، يلا بينا. فللاسف المخ بيحس ان هو بيتكلم مع مفيش اي فرق. والله فلا خلاص، ما هي يعني هنعتبرها حاجه بتطلع حاجات، والله مش فارقه. مش فارقه حاجه، فبيفقد الامل هو بجد، خلاص اللي هو ما فيش امل، يعني خلاص تمام، يلا يلا يا ريس خش دخل اللي بعد، يلا التروما الجديده، يلا مفيش وقت. في حاجه احنا بنمر بيها اسمها الانفصال العاطفي، دي بتحصل لما احنا بنخرج بره اي علاقه، فبنحس ان احنا ايه، لا بقول لك ايه، انا كده اريح بكتير، انا عايز امن نفسي. ده نوع من انواع الدفاع عن النفس، اللي هو خلاص انت اتكسر فيك حاجه او اتضايقت او زعلت او اتجرحت او ايا كان اللي حصل، انت مش عايز تعيش ده تاني، فانت بيتهيأ لك ان انت كده في المكان الصح. ولكن حقيقه الامر يا جماعه، احنا مخلوقين عشان يبقى معانا شريك في حياتنا، احنا مخلوقين عشان نحب ونتحب، ما تحورش، ما تجادلش، انت بتكابر، انت عايز تحب وتتحب. وعامة الدراسات اثبتت ان اللي بيبقى موجود جوه علاقة صحية جميلة بيعيش فترة اطول وبيكون في صحة احسن. يعني الحب تقدر تعتبره زيه زي الزومبا والكروسفيت، نفس النتيجة بالظبط. شايفين انتوا ظالمين الحب ازاي؟ شايف يا عمرو؟ طب بلاش، تعالوا نتخيل الكوكب اللي احنا فيه ده من غير حب. تخيل معايا يا عمرو، هل هيبقى فيه افلام ومسلسلات؟ لا. هل الرجالة هتزرع شعرها وهتنزل جيم وتعمل عضلات؟ لا. هل الستات هتصرف 800,000 جنيه في الاسبوع ميك اب؟ لا. هل انا كيوسف حشيش يلاقي حاجه يقولها على السوشيال ميديا وياكل عيش؟ لا. هل انت هتلاقي حاجه تخرجها؟ لا. يعني اقتنعت؟ لا. اهو عمرو اقتنع. انا عارف ان انا بالذات موقفي محرج في الموضوع ده، انا سامعك وسامعك وسامعكم كلكم، انا بخلي مسؤوليتي تماما عن كل اللي اتقال في الفيديوهات اللي فاتت، ده مش انا، ماليش دعوه. صفحه جديده، هنناقش مع بعض قضايا جديده، وحبوا بعض يا جماعه. انا اساسا حاسس ان نهايه العالم قربت، فما تيجوا نتبسط، صباح الفل، يعني مش هيجرى حاجه، وما تخافش من خازوق جديد، ايه اللي هيجرى يعني؟ ان شاء الله ما يبقاش في خوازيق جديده، بس لو حسيت ان انت ميال لحد، يا عم ميل، حسيت ان انت هتقعي على وشك قريب في موضوع جديد، ما تقعي على وشك، ايه اللي هيجرى يعني؟ ما انت ياما تداس على وشك، جت على دي يعني، ما يمكن تمشي. خلاص الموضوع يا جماعه، لو قدامكم قصه جميله اتبسطوا بيها وحبوا بعض، والحقوا يعاشركم كام يوم حلوين يا جماعه، الدنيا ابسط من كده بكتير.